دوري هو شخصية اسمها يوسف، مواطن لبناني. حلم كثير مثل كل اللبنانية انه تخلص الحرب، انه تنتهي الحرب، وكان يعني بعد ما صار فوق ال 55 سنة 60 سنة انه مثل كل المواطنين انه تنتهي هذه، ولكن كل ما تخلص حرب عم تطلع حرب. فهو كان خياره انه يترك هذه المدينة ويختار مدينة اخرى اللي هي الرمز، اللي هي هذا المكان اللي نحن عم نصور فيه. وخرج من بيروت اللي دائما بنحكي عنها بصور، هي صور من الذاكرة، هي صور حقيقية بس لناس عايشهم وعرفهم. أنا لما شادي طلب مني أني أشتغل معه بهذا الفيلم، ما أريد سيناريو لأنه هو مصور اوريدي قبل مشاهد، وبعد في هذه الفقرة اللي أنا بمثلها، اللي هي اللي بتربط الفيلم تقريبا عبر هذه الشخصية اللي بلعبها. اول مره بلتقى فيه حب قال لي انه بدي اتعرف عليك، بدي احكي معك، عندي دور. اجا حكي معي نص ساعه. من الطريقه اللي حكي معي فيها، وانا كثير يعني انتقي ادواري، فمن هالنص ساعه اللي حكي معي شادي قلت له انت سينياست، انت سينمائي، وانا خلاص بدي العب. قال لي بدون ما تقرا؟ قلت له بدون ما اقرا يكفيني هذا اللي حكيت فيه. ولما جينا على البلاتو تاكدت من هذا الامر. شاب كتير واثق من حاله، شاب عنده لغة متميزة بالسينما، عنده أسلوب سينمائي خاص فيه 100%. هذا الكلام السهل الممتنع ينطبق عليه.